السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون اموركم مزيانه ان شاء الله، ووليداتكم وكل شيء يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه وصفات براءه. اليوم ان شاء الله ما غادي نقدم لكم لا فيديو ديال شي هكا روتين ولا شي حاجه، ولا شي وصفه ولا حتى شي حاجه. غادي ان شاء الله غادي نهضر معكم تحت طلب بعض الاخوات اللي قالوا لي بغاو هكا يبغوني نشارك معهم تجربتي مع الولاده القيصريه. مهم نشارك معكم تجربتي ان شاء الله مع في الولاده الاولى وفي الولاده الثانيه، وان شاء الله غادي نقول لكم الاخطاء والحاجات اللي وقعت فيهم في الولاده الاولى وتفاديتهم الحمد لله في الولاده الثانيه. اليوم غادي نهضروا ان شاء الله على الولاده الاولى. انا ماشي اختاريت انني نولد قيصري، يعني انا بغيتها ولا شي حاجه. الحمد لله ديما كنت كنطلب سيدي ربي يفك الفكاك بخير وعلى خير. ربي اللي كيعرف لنا الخير، ماشي حنايا اللي كنعرفوا. نطلبوا الصوره مكموله والفكاك على خير بخير، وهذا هو الاساس، قيصري ولا طبيعي. المهم هو تفكي بخير وعلى خير. بالنسبه لبعض الاخوات كيبقاو كيتسناو حتى كيجيهم الوجع، تيجيهم الوجع، راه الا خرجتي شهرك وما جاكش راه خاصك ضروري تمشي للطبيب قبل ما توقعي في خسران، تخسري الجنين ديالك و9 شهور ديال العذاب، وهذه تمشي غير هكاك. واخا داكشي كيكون مقدر عند سيدي ربي، ولكن مهم حنايا نديرو السبب والكمال على الله. مهم انا في الولاده الاولى ديال بنتي فوت 9 شهور ديالي كامله، زادني الطبيب سيمانه، ومشيت باش نعاود يدوز ليا. كنت كل مره كنمشي يدوز ليا باش نعاود يدوز ليا، بغا يزيدني سيمانه اخرى، ما بغيتش. انا رفضت، قلت له لا صافي بركه، بحالي خفت وخاطري تهرب من داكشي. والحمد لله باش مني ما زدتش، لان بنتي هكا تزادت ليا ما غوتاتش وتخنقات وبيتوها في الاكسجين، بزاف ديال المشاكل، اللهم لك الحمد. من بعد انا نقول لكم اول خطا درته، غادي نقول لكم الاخطاء اللي درتهم والحوايج اللي ما خاصكمش ديروهم. اول خطا درته هو انني هزيت راسي. البنات في الولاده الاولى ما خصكمش يلا في اللحظات الاولى ديال بديتو كتفيقوا من البنج ولا مازالين في البلوك، ما تهزوش راسكم نهائيا. هذا هو الخطا الاول اللي قمت به، هو انني هزيت راسي سواء في الولاده الاولى ولا في الولاده الثانيه. يعني صافي ما عقلتش، بقيت كنهز راسي هكايا. في الولاده الاولى الله يسمح لنا محق الوالدين، ما سمعتش بنتي غوتات وبقيت كنهز وكنقلب، كان باغا نشوف حتى انا شنو كيديروا، وملامح كتبان ديال الطبيب مخلوع وهكا. صافي وبقيت كنطلع راسي بزاف وعانيت بزاف في داك الحريق الراس. في الولاده الثانيه جاب لي الطبيب هكا ولدي باش نبوسو، قال لي ها هو ولدك بوسي. انا هزيت راسي باش نبوسو زعما، وصافي تما الحريق ديال الراس راه ما نقول لكمش. من بعد الخطا الثاني اللي درته هو الماكله. انا عندي مشكل ديال القبض، وكاع الناس اللي كيولدوا العمليه بالعمليه كيعانيوا من المشكل ديال القبض من وراء العمليه، حيت هذاك البنج اللي كيديروا كيكون كيعجز المصارن، ما كيخليهمش يقوموا بالعمل ديالهم. من بعد فاش كتبدا يتفيق من البنج، انا صافي جاني الجوع، بقيت غير كناكل ما خليت. المهم كليت الخبز، كليت الرفيسه، كليت الزميته، كليت ما كليت اي حاجه عطاوها لي كنت كناكلها. ما حرمتش راسي، كليت مزيان، ولكن قاسيت. راه تقريبا مده 15 يوم وانا كنعاني من القبض، حتى صافي دارنا تخلعوا عليا، والديا مساكن تخلعوا، الاب ديالي كيجري في جهه، الام كتجري في جهه، كيقلبوا على شي دواء ولا شي حاجه اللي غادي زعما غيحيد ليا داك القبض. والحمد لله بعد 15 يوم والشهر وانا كنعاني من داك القبض، يعني ما واخا هكاك بقيت كنعاني منه بزاف بزاف. في الولاده الثانيه ديالي الحمد لله ما عانيتش منه، تقريبا واحد 3 ايام ولا 4 ايام صافي ورجعت نورمال. ولكن ما كليتش الخبز مره، بقيت كناكل هكا الصوبه ديروا فيها البنات مطيشه، ما ديروش خيزو بزاف، ديروا صوبه بالخضيره، ديروا فيها مطيشه كتسهل الكرش بزاف. كليت هكا العصير ديال التمر والحليب، كليت التمر، كليت الخضيره مفوره،
ما درتش بالخبز نهائيا. وقبل ما ندخل نفتح ما كليتش الخبز داك النهار نهائيا، حيتاش في العمليه الثانيه كانت بروغرامي، يعني ما انا عارفه راسي ما كيجينيش الوجع. صافي ما بغيتش نوقع في الخطا اللي وقعت فيه في بنتي. الحمد لله. مهم هذا الخطا الثاني اللي درت. الاول ما تهزوش راسكم، ثاني ما تاكلوش نهائيا الخبز ولا كلوا غير السوائل وداكشي اللي جاري. الخطأ الثالث هو بقيت خايفة، ما قديتش نوقف نهائيا. لدرجة أن تقريبا سيمانة ولا أكثر وأنا مازال ما كنقلب من تقلب لا هكا لا هكا، ما كنقدرش. 15 يوم وأنا كنمشي وشوية غادي تولي خارجة ليا الحدبة، كنمشي هكا وحانية. مهم مدة طويلة وأنا كنعاني، ما وقفتش، بقيت وقفت واحد المرة صافي ورجعت بقيت عطيها غير النعاس مجبدة. كنوقف كتحرقني فتحة وهادي ما كنقاومش، كنرجع نتكا ونعس، بحكم أن حتى المصران اللي كان منفوخ لعب دور كبير. بالنسبه في الولاده الثانيه ديالي لا، وقفت الحمد لله، واخا ما كنتش واكله وطاح ليا الطونسيون وكل شيء، ولكن وقفت بقيت كنتمشى. النهار الثالث اللي خرجت النهار الرابع خرجت من الكلينيك جيت لداري الحمد لله كنتمشى عادي، كنقدر نتني رجلي، كنقدر نتقلب هكا اليمين اليسار، كنرضع ولدي عادي. الحمد لله، يعني ما وقعتش في شي خطأ في شي مشكل اللي كبير. لانني استفدت من داك التجربه الاولى ومن الاخطاء اللي درتها. بالنسبه الحاجه شنو قلنا الوقيف، وهذا الحاجه الرابعه اللي ننصحكم بها هي ترضعوا وليداتكم. حاولوا ترضعوا وليداتكم، عطيوهم يرضعوا قد ما رضعوا راه كيجي الحليب وانتم كتبراو وكتصحوا الحمد لله، والجسم ديالكم كيبرا ان ديك الرضاعه راها مفيده ليك هذا الطفل ديالك. مهم بالنسبه للنصيحه اللي نقدر نقول لكم على حريق الراس هي هاد الشاي ديال ليبتون. هذا انا كنت كناخذه ونصحتني به الطبيبه اللي دارت لي البنج، والحمد لله لقيت عليه الراحه. كنت كندير 2 منه في هكا في الكاس نتاع الماء طايب بلا سكر بلا والو، كنت كناكلو، كنت كنشربو حتى 2-3 د المرات في النهار، 2 ديال لي ساشي في كويس ديال الماء طايب. وعرفتي راه كيهدل الحريق. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش ياخذوا دوليبران بزاف، اللي كيرضعوا هكا رضعه طبيعيه، تا دوليبران راه كضر بزاف في المعده وفي كل شيء. مهم هذا راه زوين بزاف البنات، كيهدن داك الحريق ديال الراس اللي كيكون وراء العمليه. وواحد الحاجه اخرى هي الماء خصكم تشربوا الماء بزاف 2 حتى 3 يطرو ديال الماء. انا هاد الهضره هادي قالتها لي الطبيبه اللي دارت لي البنج، قالت لي خاصك تشربي الماء بزاف وتاخدي هاد ليبطون هذا. وخديته درتو زعما في الماء، وكنت كنشربو فين ما كيزير ليا. كتحاول كيرخيك مزيان وما كيبقاش يشدك داك الحريق، واخا راه ضروري كيكون داك الحريق، ولكن كلشي كيفوت وكلشي الحمد لله بالاجر ديالو. يعني راه الانسان راه هاد الولاده وهاد الشيء كلشي راه عنده اجر عند سيدي ربي، والحمد لله. مهم انا هادو هما الحوايج اللي نقدر نفيدكم بهم. بالنسبه للقبض حاولوا تشربوا هكا زيت الزيتون 1-2 معالق على الريق، والماء بارد، الماء من الروبيني، يعني ما تدفيوه ما والو، يكون ماء بارد شربوه، حيت حتى هو كيحاول يسرح هكا شويه المصران. وصافي هادو هما الحويجات اللي الحمد لله زعما درتهم واستفدت منهم في مشوار ديالي مع الولاده القيصريه، وكلشي الحمد لله كيفوت. ومهم انا غادي نخليكم حتى هنايا، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. غادي نهضر لكم ان شاء الله على الرضاعه الطبيعيه، شنو الحويجات اللي كيزيدوا الحليب، وشنو الخطا اللي درت في الرضاعه في النوبه الاولى، لانني تقريبا مده شهر ما رضعتش بنتي. صافي حتى كنت كنعطيها غير الحليب، ومن بعد رجعت حيدته ورجعت كنرضعها طبيعي حتى دارت 2 عام، والحمد لله. يعني قديت انني نرضعها عادي،
صافي هادشي اللي كاين. مهم البنات، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وفي شي وصفة ولا في شي حاجة اخرى جديدة. ونتسنى التفاعل ديالكم، واي وحدة عندها شي نصيحة تقدر تفيد بها الاخوات ما تبخلش بها علينا. ونتلاقاو في روتين جديد، وبسلامة عليكم.